بيكم. النهاردة هنتكلم عن أكبر غلطة بيقع فيها بعض الناس لما بتكون في ضيقة مادية أو ديون أو ظلم. بتقعد ترسم لربنا سيناريوهات للحل، بتقول يا رب ارزقني من الشغل ده، أو يا رب فلان يرجع لي حقي بالطريقة دي. انت بتنسى انت بتتعامل مع مين. انت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى خالق الأسباب اللي حلوله دايما بتيجي من حتة انت ما كنتش تتخيل انها تيجي منها. النهاردة هنشوف ازاي ربنا نجى الأنبياء بطرق عجيبة عشان انت كمان تطمن وتسيب التدبير لربنا سبحانه وتعالى. لما نيجي نتكلم على قصة سيدنا نوح، تخيل سيدنا نوح القوم بيسخروا منه وهو بيبني سفينة في وسط الصحراء، يعني لا في بحر ولا في مية. ولما تيجي انت تفكر بقى بطريقتك هتقول ده ربنا هينزل عليهم صعقة أو هيخسف بيهم الأرض، لكن ربنا اختار طريقة للنجاة مختلفة تماما. فجر عيون الأرض وفتح أبواب السماء بمية، وخلى السفينة اللي كانت نكتة في نظر الكفار وبيسخروا بسببها من سيدنا نوح، خلاها هي طوق النجاة الوحيد في العالم كله. ربنا نجى نوح بحاجة هم سخروا منها، وساعات ربنا بينجيك بحاجة انت شايفها بسيطة أو مش منطقية دلوقتي، بس هي اللي فيها فرجك إن شاء الله. قصة سيدنا هود، تخيل قوم عاد كانوا عمالقة بيبنوا قصور في الجبال وبيقولوا من أشد منا قوة. بعقلك انت هتقول ان ربنا هينجي هود بجيش عظيم او زلزال يهد الجبال، لكن ربنا نجى هود والمؤمنين بطريقة عجيبة. أرسل ريح يعني هوا. تخيل ان الهوا الرقيق اللي بتتنفسه ربنا خلاه جند من جنوده يدمر الظالمين ويمر على سيدنا هود والمؤمنين كأنه نسم الصيف. ربنا نجاهم بنفس السلاح اللي دمر أعدائهم، وده معناه ان اللي تعبك النهاردة ربنا قادر يخليه هو سبب راحتك بكرة. قصة سيدنا صالح. سيدنا صالح وقوم ثمود كانوا بينحتوا الجبال في الصخر عشان يحموا نفسهم من أي عدو أو عاصفة. بتفكيرك انت الصخر ده مستحيل يخترقه شيء، لكن ربنا نجى سيدنا صالح بطريقة لا تخطر على بالك، بصيحة يعني صوت. الصوت ده كان هلاك للظالمين، وكان بشرى وأمان لسيدنا صالح والمؤمنين. ربنا نجاهم وهم في مكانهم من غير ما يحتاجوا يهربوا أو يجروا، نجاهم بكلمة منه سبحانه وتعالى. في قصة سيدنا إبراهيم، تغيير للقوانين. سيدنا إبراهيم قدام نار فظيعة، نار مش أي حد يقدر يقرب منها. بعقلك انت هتقول إن مطرة تنزل تطفيها، أو سيدنا إبراهيم يهرب، أو ملايكة ينزلوا ياخدوا سيدنا إبراهيم. لكن ربنا سبحانه وتعالى ساب النار ولعة وساب الكفار يرموه فيها عشان يوريهم إن القانون نفسه بإيد ربنا سبحانه وتعالى مش بالنار. ربنا ما قالش للنار اطفي، ربنا قال لها كوني بردا وسلاما. النجاة جت من قلب المصيبة نفسها. النار اللي المفروض تحرق بقت هي المكان الآمن والبارد، وده معناه إن المشكلة اللي انت خايف منها دلوقتي ربنا قادر يخليها هي بردك وسلامك ويطلعك منها من غير ما تتأذي شعرة واحدة. في قصة أصحاب الكهف كانت المعجزة هي النوم. شباب هربانين من جيش ملك ظالم، انت بعقلك هتفكر يجروا يهاجروا يستخبوا في بلد تانية، لكن ربنا اختار وسيلة مختلفة تماما. نجاهم بالنوم، نيمهم 300 سنة عشان يحميهم، وصحاهم في زمن تاني خالص هم فيه الأبطال المكرمين. ربنا نجاهم بهدوء وبحاجة احنا بنشوفها صغيرة قوي، لكنها كانت قمة القوة والتدبير منه سبحانه وتعالى. لما نيجي لغزوة بدر كان فيها معجزة النوم برضو. قصة بدر قصة تطمن قلبك قوي. المسلمين كانوا قلة والعدو عدده مرعب ومستعد. انت بعقلك هتقول ايه؟ هيفضلوا سهرانين ومشدودين وخايفين عشان ما يتهجمش عليهم، لكن ربنا نجى قلوبهم من الرعب بإيه؟ بالنوم. أنزل عليهم النعاس وهم في قلب ميدان المعركة، ناموا وقاموا عندهم سكينة وقوة بدنية ونفسية خلتهم ينتصروا. ربنا نجاهم من الخوف بالنوم. وده درس ليك، لما تكون شايل هم نام وفوض أمرك لله، ويمكن نومك ده يكون هو بداية فرجك وقوتك إن شاء الله. في قصة سيدنا موسى كانت المعجزة إن العدو هو اللي بيحمي. أم موسى خايفة على ابنها من إن فرعون يقتله. عقلك بقى ممكن يفكر في إنها تخبيه في سرداب، لكن ربنا سبحانه وتعالى ألهمها ترميه في البحر، والتابوت يروح لبيت فرعون نفسه، عدو اللي هو رباه وهو اللي صرف عليه وهو اللي حماه بأمر الله. شفت ربنا بيحمي إزاي؟ بطرق ما تخطرش على بالك. ذكائنا البشري محدود جدا، احنا بنشوف من خرم إبرة،
لكن ربنا شايف الدنيا كلها، شايف الكون كله، شايف الصورة كاملة. ربنا سبحانه وتعالى محيط بينا في كل مكان وزمان. لما يكون عندك دين تقيل أو هم كاسر قلبك، بلاش تفكر بطريقة ضيقة وترسم لربنا الطريق اللي ينجيك بيه. قول يا رب فوضت أمري ليك. ربنا بينجي ممكن بكلمة، بفكرة تيجي في بالك تغير حياتك، بباب رزق يتفتح من حتة ما كنتش عامل لها حساب أبدا. النجاة جاية جاية، بس سيب ربنا سبحانه وتعالى يختار لك طريق النجاة. ربنا هيكبر بخاطرك بطريقة تخليك تسجد وتبكي من جمال تدبيره سبحانه وتعالى. الفرج جاي جاي إن شاء الله، وبطريقة هتبهرك. قولي في التعليقات إيه أكتر قصة من القصص دي لمست قلبك النهاردة، واكتب فوضت أمري لله بنية الفرج. أنا سيلا، ودي قناتكم علم نفس الحياة، والفرج قريب جدا إن شاء الله. شكرا.